عظيم والذي نفسي بيده الى عندي تسجيل. انا كنقول لكم انتم المغاربه كتعرفوني ما كنخافش، والله الا عندي واحد تسجيل سيقلب المغرب راسا على عقب. اسمعوا وكنعرف شنو نقول. كيف ما بغات تكون المعطيات او الخلفيات او ما بين السطور او لماذا او حتى ما كيهمنيش. انا شخصيا انا اتواجد في الملف باش كل واحد ياخذ الحق ديالو. يعني عندنا واحد الشخص اللي هو توفى كاين حقه في الارض وحقه في السماء، وعندنا واحد الملف الذي يروج في اطار القانون. كاين دفاع الذي سوف يناقش الملف من الناحيه القانونيه والواقعيه والمعطيات اللي هي كاينه، وكاين واحد الحق خاصو يتبع. الاشكال دابا اللي كاين هو هاد المعطيات اللي وليت كتسرب ولينا كنشوفوها في الاعلام، مواقع الكترونيه او مواقع ديال اليوتيوبر ولا مواقع ديال الناس اللي ما كتكونش عندهم حتى درايه بالقانون، وكيتلفظوا بواحد الامور او كيعرضوا واحد الامور او عندهم فعلا في الهواتف ديالهم مجموعه من الوثائق ومجموعه من المعطيات اللي هي ما كايناش في الملف، ولكن هي معطيات اللي كتواجد عندهم في الهاتف ديالهم. هنايا كنولوا بين قوسين باش نبسطوا الامور وندويو بكل شفافيه. استاذه اليوم نتكلم على بعض الاشخاص اللي جايين من مدينه المحمديه، ما هم بجمعويين وما هم بصحفيين وما هم بما عرف شنو ممكن نصنفوهم، وتيحملوا وثائق تيقول لك هذه الوثيقه خارجه من عكاش. شي خطير. واش راك سمعتيها استاذه؟ اي هادشي سمعتو انايا، وكانت وصلتني بواحد الشريط ديال واحد الشخص ما عرفتش واش انا الصفه ديالو، لانه ما هو رجل قانون ما هو صحفي، ولكن كيتكلم في اي حاجه كيتكلم، ولكن شي حوايج اللي كتكون هي عندها علاقه بالقانون وعندها علاقه بالقضاء، وكتضرب في القضاء وكتضرب في الدفاع وكتضرب في المصداقيه ديال الناس اللي منجزين هذه المحاضر هذه في اطار واحد الفيديوهات معينه او وثائق، وكيصرح كيقول وكيوري الهاتف ديالو هذه الوثيقه هذه خارجه من عكاشه. هذا سؤال هذا كنت تناقشت. نعم. هذا المعطى هذا ديال الوثائق اللي كيقول لك هذه الوثيقه هذه خرجت من عكاشه، هذا خطير. تقدمون بشكايه ضده استاذ؟ انا سوف اتقدم بشكايه ان تم عرض هذه الوثيقه امام المحكمه، لان احنا ما دخلناش في جميع الفيديوهات كامله اللي كانت كتروج، وكيبان لنا فعلا بالفيديوهات اللي كنتوصلوا بها بانهم راه الناس ما عندهمش الصفه لا هي قانونيه ولا هي صفه صحفيه ديال انك تتكلم في واحد المعطى ديال واحد الملفات لم تكن حاضر لي في جميع المراحل. اعتبرنا بان الامر عبث، هو فعلا يندرج في اطار العبث، لان ما يمكنش تتكلم على شي حوايج ما حضرش لها في جميع المراحل، ما مطالعش عليها، ما عارفاش، ما عرفش الحيثيات ديالها. التمويه او محاوله جر الملف لمعطيات غير حقيقيه سوف نتصدى له طبيعي جدا في اطار القانون في اطار القضاء، لان ملي تعرض لي واحد الوثيقه في الهاتف وتقول لي خارجه من عكاشه فطبيعي جدا انني سوف اتقدم باستفسار للمدير ديال السجن المحلي العكاشه ماهيه او طبيعه الوثائق التي يتم استخراجها واعطاؤها للناس من العموم وعرضها امام الملأ، وماشي كتعرض بالصيغه الحقيقيه ديالها، لا كتعرض بواحد الاطار ديال التمويه. ما يمكنش انك تولي خصم محاكم في نفس الوقت باش انك تدين الناس في امور لا زالت تناقش امام المحكمه. شنو في هذه الوثيقه استاذ؟ هذه وثيقه هو كيقول بانها راه كتعلق بواحد الطرف اللي هو متابع داخل هذا الملف هذا، حكم ابتدائيا ويعترف على نفسه في السجن المحلي للعكاشه، وكيرسل هذاك الاعتراف ديالو كيقول لك ارسلوا المدير ديال السجن او النيابه العامه في اطار تاكيد هذاك الوضع ديالو اللي كيقول لك هو يؤكد اعترافه في المرحله الابتدائيه لانه من كان يسوق السياره، هو اللي كيقول لك كان يسوق السياره، مع العلم ان هذا الاعتراف راه قالوا في المرحله الابتدائيه. وكنا شفنا الاستاذ طرشي مشكورا الله يجزيه بخير كيفاش جير هذاك الملف، كيفاش تكلم على الشهاده ديال الزور، وكيفاش تكلم على ان هذيك اللي مشات راها روح ما يمكنش ان انا نضيعوا حقها في الارض وما غيضيعش في السماء. وبالتالي بغاو يكرروا نفس المهزله عن طريق اشخاص اخرون لا علاقه لهم بالملف. ها انت قلتيها وثاني غادي ناخذها معاك، هي قمه المهزله وقمه العبث، لان ما يمكنش انك تكون كتضرب واحد الاجهزه اللي هي كبيره داخل البلد لمناقشه واحد. انا احترم جميع الاشخاص الذين يناقشوا معطيات اللي هي حقيقيه وواقعيه واللي هي متواجده دون لف ودون التفاف على المعطيات. باش تكون عندك واحد الغايه هذاك من حقك. انا ما عرفتش شكون هما الناس اللي دايرين تجي لهذا الملف هذا بواحد الاسلوب اللي هو منحرف، واحد الاسلوب اللي هو خاطئ ومغلوط. المعطيات اللي كيبغي يعرفها خاصو يحضر فيها الجلسات، وملي كتحضر الجلسات كتعرض المعطيات امام هيئه هي اولا واخيرا من سيبت فيها. ما النيابه العامه عندها خصومه مع الاطراف، ولا القضاء عنده خصومه مع الاطراف، ولا الشرطه التي حررت هذه المحاضر هذه وسمعت الاطراف هذه وعاينتهم ودات المعاينات ديالهم والتصريحات ديالهم كامله اللي وقعوا عليها راه عندها خصومه مع هذه الاطراف هذه. ولا حنا عندنا خصومه مع هذه الاطراف، كاينه واقعه، ولا انا ما عنديش خصومه مع هذه الاطراف. انا اللي كيبان لي هو انه كل واحد خاصو ياخذ حقه داخل هذا الملف. اللي عنده اللي
تورط في هذا الملف هذا فهو كيبان بانه تورط، واللي كي دار واحد العقوبه او دار واحد الجرم او دار كذا سوف يناقش وياخذ الدفاع ديالو في اطار المحاكمه العادله، وسوف يناقش من جميع الجوانب. الا المساله هذه التي اصبحت تروج حاليا في اطار جر الملف واحد المعطيات اللي هي كاذبه، لا ما كنكذبوش على الناس وما نكذبوش على الراي العام الذي اتخذ من واحد الملف هو راي عام، طالما ان واحد الفيديو كان تنشر علنا نطالعوا عليه جميع الناس. هذاك التعاطف ديال الناس ولا كذا نحاولوا نحرفوه بان راه الجميع خاطئ، واحد المجموعه او شرديمه ديال واحد الناس اللي خرجات دابا اللي ما عرفناهمش شكون الصفه ديالهم ولا الماهيه ديالهم ولا الغايه ديالهم، كتحاول انها تموه واحد الحقائق. لا، كاينه واحد الحقائق يتم مناقشتها من جميع الجوانب. انا قلت يا استاذه انا قضيه مهمه قلتي، راه كاينين الناس في الحبس وكاينين الناس ممكن انهم يعاودوا يدخلوا للحبس بسبب هاد الخروقات اللي كيديروها، حيت حنا ماشي بلاد السيبه غيجي فم وقول. حنا ملي كنحضروا الجلسات كصحفيين راه كنخرجوا كنناقشوا مع الاساتذه المحامون مراجع داخل الجلسه. ما كاين حتى الاساتذه المحامون اللي ما ترافعش راه ما كيخرجش ويعطيك تصريح ويقول لك اش غيقول السيمانه الجايه، لا يرافعون خارج المحكمه. مازال ما متاكدش اختي فاطمه الزهراء الابراهيمي، عندي واحد العلاقه كتربطني بها، علاقه ود واحترام، وكانت كانت امراه يعني اكثر واقعيه واكثر، مازال تنذكرها لان هي كانت على علاقه، يعني علاقه زماله بحال نقولوا ابوه، ابنه واب مع النقيب بوعشرين رحمه الله عليه. وكانت يعني كانت كدير الدور ديال الاطفاء، كانت بومبي. نتمنى ان لاله فاطمه الزهراء الابراهيمي التي دافعنا عنها في قضيه زينب بنت الشعب، ياك بنت الشعب شنو كانت، ليلى ولا شنو سميت هذيك البنت، ليلى ولا زينب؟ ليلى بنت الشعب، ليلى والذئب، ليلى بنت الشعب، ليلى الزهراء فاطمه الزهراء الابراهيمي، ليلى سميتها، كتبوا لي سميتها الله يرضى عليكم ليلى. وانا من تقريبا من القلائل ولا الوحيد اللي وقفت مع لاله فاطمه الزهراء الابراهيمي، لان الناس كانوا ارتكبوا واحد الخطا في هذه. انا نوقف مع الحق واخا يكونوا اهل الباطل 99%، نبقى بوحدي لان الحق ينتصر في الاخير. وشفت المغاربه كيف تحاملوا على فاطمه الزهراء الابراهيمي وجو من الليله. ما فهمتش انايا وقتاش المغاربه ولاو كيدافعوا على الصحبه. انا ما فهمتش واحد اللعيبه قلتها يعني بكل جرأه، قلت لهم وقتاش حنا المغاربه كندافعوا على الصحبه. عندي مراه كتدافع على راجلها ودارها ومن حقها تدافع بالاظافر والاسنان. كينوضوا كيمشيو عند الصاحبه كيسميوها بنت الشعب المحاميه، يعني وكأن فاطمه الزهراء خصها المحاميه المقتدره. يعني نسولك انا سؤال، اختك مجوجه وعندها وليدات، راجلها مشى عند الصاحبه ولد معها، من غتجي؟ لان حنا ولا عندنا واحد المشكل خطير، ولا عندنا واحد الحقد الطبقي ما اللي واصل. خصنا نجيو ضد زبور مو ما كاينش المنطق، ما بقيناش تنفكروا بعقلنا نهائيا. ليلى بنت الشعب هي مولات الدار ما يمكنش. دابا انا صغير عايش مع امي وبا في امان وثبات، وتجي شي وحده ودي با لمي، غادي نجي من الاخر نقول لهم بنت الشعب، لا حيت امي محاميه، لا ماشي بنت. وصلنا لواحد درجه لا منطق، يعني ما تيتصورش. ولينا كنجيو من الصاحبه، يعني تفلست جد بابانا الاخلاق والضمير، تفلسنا تولينا كنجيو من الصاحبه ونقولوا لها بنت الشعب. الله اعلم، انا الوحيد اللي جيت من هاد السيده هذه، من لاله فاطمه الزهراء الابراهيمي. نتمنى نبقى نقول لها دائما لاله ان ربما اذا صح الامر فهي تسعى الى تكميم الافواه في قضيه اصبح العالم يعرف شنو كاين. السيد ما قتلش، اللي قتل هو امين،
مشي أشرف غادر وبالدليل وبكل شيء. الأمر الآن عند القضاء وحسم فيه. ما بغيتش نستبق شنو تقال. حسم فيه. اللي باغي يسكت عباد الله ما تدويش على الموضوع فهو معتوه وأبوه عاهر. ولا أعتقد أن فاطمة الزهراء الإبراهيمي ستقول هذا. لا أعتقد ولا أظن. السلام عليكم. جبنا لكم هذا المصحف المجزأ اللي كيتكون من 3. ولد الفشوش ماشي هو اللي قتل الدري من الاخر بالدليل. حنا كنهضروا بالدليل. امين رياض هو اللي قتل. الوقيته اللي طرات الجريمه غادر ولد الفشوش مكان الجريمه وبجميع الكاميرات ديال علاش شديتو فيه؟ علاش شنو بغيتو باه يتنازل لكم؟ علاش ما قضيه دوك الشيكات ديال 4 مليار ديال الدرهم؟ ما قضيه الشيكات ديال هذه؟ شنو القضيه ديال هذه؟ شكون اللي مشى حيد الكاميرات من الدار ديال ولد الفشوش؟ شكون اللي داه العيون؟ اسئله ما يمكنش نبقاو. اللي باغي يقول لعباد الله ما تدويوش على هذه القضيه. السيد تقتل، بدر تقتل، وتقتل بطريقه بشعه. ودائما اجدد انايا اجدد التعازي لمو وتجدد التعازي للمغاربه ان ضعنا في واحد شاب مثقف طبيب دكتور الى غيره، ولكن يمشي شكون اللي قتلو خصبوه الاعدام، لكن ماشي هو الدري. قال فاطمه الزهراء الابراهيمي انا اخذت على نفسي وعدا وعهدا ما غاديش نتحدث على شنو اللي خلى الامور تلصق في ود الفشوش. انا اللي تيهمني هو البراءه ديال داك الدري. ما كانش وإلا استمر التهديد بانه وليت طرق لهذا راه كنقولوا هبش تجبد حنش. هو اللي كنجبد الحناش، انا هو اللي كنجبد الاناكوندات. شي انا هو اخطر واحد في جبيد الاناكوندات في المغرب. انا كنقولها كنعرفش كنقول. كنجبد اناكوندا طولها يتعدى المعقول. انا كلي نجبد لك اناكوندا فيها 20 متر وبالحق. ولا اعتقد السي محمد صيفط لي هذا الميساج قال لي انا قد توصلت بفيديو ديال فاطمه الزهراء الابراهيمي. لا اعتقد انها ستقول هذا. يعني كنعرفها واحد السيده ديال القانون، كنعرفها ما تنظنش. والله كذبت على المرأة. السلام عليكم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية لكم إخواني أخواتي كل واحد بالاسم ديالو. عواش مبروكة ورمضان كريم باش ما تمنيتو يا ربي شافي جميع الناس يا ربي وترحم جميع الناس يا ربي وتخرجنا من دار العيب بلا عيب يا ربي يا ربي. إخواني أخواتي أنا كنحط لكم هاد الفيديوهات باش نناقشهم معاكم، لأن أنا عندي رأي والرأي ديالكم تيهمني بزاف. وشنو كيبان لكم مثلا في هاد الفيديو اللي كنحط لكم، وهادو كاينين في السوشيال ميديا، يعني شحال من واحد كيطلعوا لي تيكون جالس حتى تيطلع لك شي فيديو بحال هكا. كنتسائل انا من الناس اللي كنتسائل كنقول علاش مثلا تقال هاد الفيديو، علاش تقال هاد التصريح، علاش مثلا في الفيديو الاول اللي حطيت كيقول عندي فيديوهات والله العظيم لا غادي يقلبوا المغرب، ولكن منين جا المغرب ما حطهمش، حيت خاصو يحطهم في المكان المناسب، لان على حسب الكلام ديالو هاد الفيديوهات خطيرين يقلبوا المغرب. دونك خاص التدخل السريع، والتدخل السريع فين غيكون؟ منين غادي يدخل المغرب داك الساعات الا ما مثلا ما داروا معاه لا اجراءات لا والو. على حسب المخزن راه ما فيش الثقه، المخزن ما تيعرفش بواه. حنا هادشي اللي حنا تعلمنا وقالوها لنا والدينا، لان القانون تيسري على الجميع على كل شيء. الانسان داير واحد الحاجه راه تيسري عليه القانون، هو يقدر يتقدم بهم هاد الفيديوهات الخطيره وهاد الفيديوهات اللي غادي تسيء لهاد البلد العزيز. خاصها تحط ويطلعوا عليها الناس اللي مسؤولين
في هذا البلد العزيز. وانا ديما السؤال كنسول كنقول علاش مثلا كيخرج بهاد الخرجات ولكن من بعد ما كيبقاش يدوي عليهم. ما عرفتش علاش، لان الانسان اللي كيبغي مصلحه البلد او مصلحه انسان ما راه كيقطع العجب سرته، يعني كيسالي مع داك العجب، يعني ماشي كيلوح واحد القنبله وكيخليها خايفين منها الناس ما تفرقعات ما حيدها. المهم تيبقى بنادم مخلوع منها، راه هي القنبله ما غيحيدها حتى واحد، هو ما حيدهاش اللي لاحها ما تفرقعات ما والو، بقاو دايما الناس خايفين منها. فاطمه الزهراء الابراهيمي الاستاذه المحترمه خرجت مع شوف تيفي مؤخرا في قضيه ولد الفشوش، لانها هي تدافع على احد المتهمين في القضيه. ما عرفتش شنو سميتو داك السيد اللي هي تدافع عليه، لكن قالت كلمه حق في هذا الملف هذا وباينه منين هي كتكلم. وحنا انا مثلا انا من الناس اللي كنسمعوها كنعرف بان كلامها راكب، كلامها نيشان، كلامها ما فيش تزعزيع، يعني بحال الانسان هكذا كيهضر معاك صراحه. وسولتها فاطمه الزهراء شوف تيفي على الوثيقه اللي خارجه من عكاشه، والسيد كيبينها في التليفون. والله ما عرفت شكون هذا السيد، الا كنتو عارفينه ديروها لي في التعاليق. ما عرفت شكون هذا السيد اللي عنده في التليفون، انا ما يمكنش نطيح البطل على شي واحد، والا كنتو عارفينه جزاكم الله خير كتبوا لي في التعاليق. كيبين واحد الوثيقه اللي هي خارجه من عكاشه. شنو قالت فاطمه الزهراء الاستاذه المحترمه؟ قالت سوف اتقدم بشكايه في خصوص الوثيقه. علاش؟ قالت لنا لان ما يمكنش شي حد يجر الملف المعطيات غير حقيقيه وتمويه وفي نفس الوقت يكون خصم وحكم في نفس الوقت، والامور لا زالت داخل المحكمه. والأستاذة شرحت هاد الأمور كلها. هو هاد الفيديو الثاني اللي حطيت لكم ديالو شنو قال أنا وصلني واحد الفيديو وسمعت فيه الأستاذة كتقول شي حوايج وخاصني نعرف واش كاين هاد الشي ولا ما كاينش. هاد الشي اللي قالت الأستاذة كامل على هاد الوثيقة، والناس اللي بغاو مثلا موهو الرأي العام ويجروه لواحد الحاجة اللي هي معطيات كاذبة ماشي بحال ماشي داكشي اللي الواقع، وهي كتقول كلمة حق رغم أنها هي محامية على واحد المعتقل اللي تا هو كان في هذيك الواقعة اللي كانت وقعت ديال الشهيد بدر الله يرحمه ويوسع عليه. قالت غير الحق، قالت كلام الحق، لأن هذه الدنيا غادي الإنسان تياخد فيها الجزاء ديالو حتى جزاء الآخرة كذلك كيف ما قالت الأستاذة. وقالت هاد مهزلة، وقالت بأنها لعبات وهن هاد المسائل اللي كتوقع كتضرب في أجهزة على قدها، لأن كانت في المرحلة الأولى كانت تحقيقات، كان دي فيديو اللي تحطوا أمام قاضي التحقيق واللي شافوهم عينوهم، وكانت واحد لا ليست ديال واحد الناس اللي شاهدين كانوا في الواقعة. وقالت بزاف ديال الأمور. مازال غادي نحط لكم واحد المقطع ديالها. شنو هو قال ليها؟ قال ليها يعني هو تيدير بلسم وكيدير في نفس الوقت واحد واحد شامبون فيه الشوك. كيقول لي انا كنقول لك لا لا لحد الان، وانا قال ليها الا مشيت حتى باش تنجبد حنش، وكانه يهددها بحال كيهددها. قال لها غيوصلني لا فيديو وانا كان كيهددها كيقول لها الا مثلا درتي شكايه ولا انك تابعتي هاد الناس، لان هي شنو قالت غادي دير شكايه في خصوص هاد الشيء اللي دار، هاد الشيء هاد مثلا الوثيقه وهاد الشيء اللي قالوا هاد الشيء اللي كيتقال هذا غادي دير به دير شكايه بحق هاد الشيء باش تعرف شنو وقع. وهذا هو الحق. مثلا حنا بغينا واحد البلاد اللي تكون بلد
وحنا كنسعاو كاملين كنت كيقولك بغينا بلد فيها الحق، فيها قانون، فيها هادي، رغم ان القانون راه كاين والحق راه كاين، غير لا بغاو شي ناس انهم يغيروا الحق للباطل. صافي، ما هو الحق كاين والناس راه كتخدم خدمتها، وما خصناش ندخلوا في خدمة الناس اللي عارفينها وقارينها وفاهمينها، وماشي غير دوسي واحد اللي جا قدامهم بزاف ديال لي دوسي عندهم، وبزاف ديال القضايا اللي حكموا فيها، بزاف ديال الامور اللي ما يجيوش حنا مثلا انسان عادي ما هو طرف، ما داخل، ما حضر المحاكمه من الاول، ما عارف والو، يجي حتى الاخر وقال ليه ويعاود ما جرى، يجي حتى الاخر حتى ينقص كاع جميع هذاك الاقسام، ويجي حتى الاخر وعاد يعاود بحال شي واحد ما كانش كيدخل للمدرسه، ما عمرو قرا مع الدراري وجاي يدوز الامتحان. انا بطبيعه الحال غيسقط، ما فاهمش، ما قاريش حتى حاجه الى القل، الله اعلم. المهم أن امور كيف ما قالت الاستاذه، امور تتكون داخل المحكمه. والاستاذه قالت واحد الامر اللي اثار انتباهي، ان هاد الشخص هذا اللي اقدم على الفعل اللي هو بشع، قالت لك مشى للبلاكه اللورانيه وكيحيد هذيك البلاكه، كيحيدها، هي كوليس كتحيد، تقدر تحيد وترجع. تضرب الولد طايح في الارض، الله يرحمه ويوسع عليه، هو كيهضر مع صاحبه، ما عرفت شنو قال ليه، كيقلبوا ليهم جيابهم، ما عرفت شنو يفتشوا له الجياب. المهم ما عليناش، كانت هاد الامور هذه كلها باينه في سميتو ودايرينها، لان راه كيكون الناس الخبره مثلا على لي فيديو، واش داك الفيديو بصح ولا مفبرك ولا ماشي هو، ولا الاشخاص ماشي هما، هادشي كله راه غادي يكون في التحقيقات. هي قضيه هزت الراي العام، ما يمكنش دوز مرور الكرام، راه غادي يفليوها دقه دقه باش يعرفوا، حيت ما خاص حتى واحد يتظلم. راه شنو في هاد الشيء كامل، شنو بغينا الحقيقه كما هي، شكون اللي كان وشكون اللي دار هاد الفعل وشكون، وقلنا السيد ما كانش ومشى بحالاته. السيد مشى، يعني واحد الانسان اللي جاب واحد المجموعه ديال الاصدقاء ديالو في الطوموبيله ديالو اللي هي في سميتو، طوموبيلته، رغم ما قالت لك ماشي في سميتو، في سميتها، ولكن هاد الشيء راه غيكون هو بطبيعه الحال، غادي يكون امام كثير، غادي يكون عنده تصريح، بصرح بزاف ديال الامور. هاد الشاب هذا غيكون صرح بهاد الامور كامله امام قاضي، امام القاضي المحترم، يقول له شنو كاين وغيسولو، الاخر غادي يجاوبو. حنا هاد الشيء راه كاين. قال لكم شا كيفاش هاد الانسان غادي يجمع واحد المجموعه ديال الدراري وجابهم في السياره ديالو، وغادي يوقع الواقعه وغادي يخليهم ويمشي، يعني غيخلي شنو، يخلي السياره ديالو ويمشي شنو على رجليه يتشجي، ما عرفتش. اذا غادي يمشي غادي يهز السياره ديالو، منين غادي يمشي راه بطبيعه الحال غيمشي السياره ديالو يهزها ويمشي ويخلي الدراري. ايوا راه كانوا راكبين معاه، لا انا ما عرفتش، انا شخصيا شي واحد بطوموبيلته جاب واحد المجموعه ديال الدراري، وقع مشكل قدو قداش، ضربوا السيد والدراري شي دابز مع شي ياك، غادي يجي ويخليهم ويمشي، فاش غيمشي؟ ما عرفتش فاش غيمشي، الا غيمشي غيهز سيارته غادي يمشي بها، و ما عرفتش انايا ما انا ما فهمتش، قالك خلاهم ومشى. اذا شكون اللي كان سايق في المره الاولى؟ غادي يكون هو اللي سايق وجابهم، كان سايق بهم وجايبهم، اذا الصوارت غادي يكونوا في يديه، هو اللي يكون عنده الورقات ديالو في يديه، ما يمكنش يخلي سياره بواحد الثمن غالي ويخليها ويمشي بحالاته، ما يكونش في مسرح الجريمه. انا على حسب رايي وعلى حسب راي المتواضع، ولكم الرأي إخواني أخواتي في هذا الشيء كاع اللي قلت. كيف ما قلت لكم، كاينين واحد المجموعة ديال الناس اللي تيقولوا نحارب الفساد، لكن ما عرفتش انا الفساد ديالهم كيفاش كيحاربوه. مره كيقولوا تيشكروا في بنادم، ومره كيجيو ضد بنادم.
راه بزاف ديال لي فيديو راه كاينين تناقض كبير، لا في هذاك السيد اللي في كندا وما عرفت فين عندهم تناقض، كيخرجوا كيقولوا فلان الله يعمر هضر، شويه تيتقلبوا عليه، فلان خايب ما مزيانش دايرو فاعل وتارك، شويه كيسكتوا على داك الشيء. كيف ما دابا شفنا قضيه ديال الاستاذه اليوم، راه قال مزيانه الله يعمر هضر، لكن الا مشات حتى دارت الشكايه بهذوك الناس اللي خرجوا الوثيقه وهذا، غتولي هضره واحده اخرى وانتظروا الكلام واحد اخر كيف ما قلت. وهذه هي الحقيقه، لانها قال لي راه كان خرج هذاك اللي في كندا ما عرفتش قال عليها، قال عليها كتمشيو ما عرفت فينا بلاصه وكديروا وتتفعلوا. انا كيجيوني انا كيقولوا كيهضروا هضره وحده، ما عندهمش ما عندهمش كل واحد اش كيقول، لا هضروا هضره وحده واسلوب واحد وطريقه واحده فاش كيتكلموا، تهديد ومن بعد يسكتوا في حالتهم يرجعوا اللور. ما مثلا انسان اللي هو ثابت في كلمته وواثق من الكلام اللي تيقول، راه تيبقى واقف في كلمته، تيقول داكشي اللي كاين وتيبقى ثابت على داكشي اللي تيقول. ورغم انه قال مثلا يوقف امام القاضي امام المحكمه تيقول داكشي اللي تنقول راه هو هذا. انا مثلا عندي فيديوهات على الانقلاب، ولا عندي فيديوهات مع ناس اللي كانوا مع فلان اللي داك اللي في تركيا وكذا، غادي نجيب هاد الناس وغادي ندير واحد مفوض وغادي يفرغ ليا هذيك الفيديوهات وغادي نمشي ونحطهم. انا تنبغي بلادي، غادي نمشي نحطهم قدام الناس المسؤولين، ها شنو كاين وشنو كاين، ماشي كنخديهم عندي وكنخرجهم وقت العوزه. هذا كلام واحد اخر ثاني، ماشي داكشي اللي كان اللي خاصو يكون. اش غنقول لكم اخواني اخواتي، والله هادشي لا ما كيف ما قالت الاستاذه مهزله، والله وقمة العبث كيف ما قالت الأستاذ مازال وقمة العبث. إخواني تحية لكم، وكنقول لكم أريد أن أناقش هذه المواضيع، هذا الموضوع بالضبط خاصو يتناقش. علاش هاد الناس شنو القصد ديالهم، علاش كيديروا هكا، علاش باغيين يسيئوا لهاد البلاد بهاد الطريقة، علاش ما خلاوش الناس تخدم بطريقتها العادية، علاش كيلويو يد الناس، علاش ناس كتخدم خدمتها وكتعرف الخدمه ديالها شنو هي، قارينها يعني تحطوا في داك المقاعد الا وكانوا عندهم كفاءه باش يتحطوا تما، وعلاش ما كيخليوش الناس واحدين اخرين يخدموا براحتهم بحال بنادم انت جالس مبرزطك، ما تقدرش دير داكشي هو هذاك، ما تقدرش ما عرفتش كيفاش نفسرها لكم. وكنقول لكم اخواني اخواتي خلوها ماليها، اريد حلا، لان هاد الشيء راه فيه تصوار وفيه الكاميرات وفيه مسؤولين مصورين، والسؤال شكون يصورهم، شكون هاد الناس اللي عندهم الغرض انهم يصوروا هاد الضحايا، وعلاش كيخليو عندهم لي فيديو، وهاد لي فيديو اللي كيتسربوا مع بعضياتهم بطبيعه الحال في الواقع في لي واتساب، راه ما يمكنش يكونوا هاد الناس. على منين جاو هاد الفيديوهات اللي تيصوروا الناس، ومنين جاو هاد الفيديوهات ديال هذاك اللي في تركيا مصور الناس؟ لو انه ما كانش عطاهم ليه هو، شكون غيعطيهم ليه في نظركم نتوما؟ شكون غيكون عاطيهم ليه؟ ترى سؤال ودي نقاش بريء، ما فيش ما غاديش نقول مثلا داير وفاعل وتارك، نقاش بريء نناقشوا انا الاخوان والاخوات، فهموا الامور كما هي. اش نقول لكم اخوتي، هادشي راه ما ساهلش. علاش؟ لان كاينين قضايا اللي هي انسانيه واحد العمق كبير، وكتعرض لهاد الاشياء اللي كيف ما قالت الاستاذه معطيات كاذبه، حيت في هذا الملف خاص كل واحد ياخذ الحق ديالو، ما غاديش ياخذ واحد مثلا ياخذ عقوبه ديال واحد الحاجه ما دارهاش. هو الولد راه تقتل الله يرحمه بطريقه بشعه، ما خصهاش تكون، ما خصهاش دار فيها حقد، فيها كره، فيها انانيه، فيها فشوش، فيها ما عرف شنو.
لان ما يمكنش انسان كتعرفو ما كيعرفك وتقدر دير فيه هكاك ما كيعرفكش، وتقدر انك توصل لهذيك الدرجه ديال الحقد انك دير له بداك الطريقه هكاك. صعيب بزاف، وصعيب حتى على الوالدين ديالو، راه مساكين الله يحسن العوان، وخاصة ملي يسمعوا بحال هاد الشيء عاد غادي يزيدوا تألموا أكثر من اللي كانوا. بحال هاد الناس تقولي ما عندهم ولاد، ما بحال غيعيشوا دايما في الدنيا. راه شي حنا ما غنعيشوش دائما، دائما عايشين راه كنموتوا. راه الحمد لله اللي كاينه الموت، كيف ما قلت لكم اخواني اخواتي، الحمد لله اللي كاينه الموت هي كتقاد كل شيء. يعني ما كيمشي كلنا تمشيو عبر واحد، كل شيء واحد، ما كاين حتى شي حد زايد على الاخر، حتى حد ما كيتزايد على الاخر. كتوصل الوقيته مول الامانه كيدي امانته. شنو خاصنا؟ نكونوا صادقين مع انفسنا، ونكونوا مع الحق، ما نكونوش مع الباطل. وهذا هو الاهم والمهم باش البلاد كتمشي في سيروره منتظمه. كيف ما الله عز وجل خلق الدنيا وكل حاجة كتمشي في طريقتها الطبيعية، لأن لو كان مثلا الملائكة ما هزينش السما، كون طاحت علينا، كون غير شي خلل بسيط هكا، كون راه وقعت أمور اللي لا تحمد عقباه. ولكن الله عارف سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. آه، خلق الحياة، خلق الدنيا، وعارف كيفاش أنه مسيرها، وكل واحد تيدير خدمته، كل واحد تيدير خدمته كما هي. فلهذا حتى أنا البلاد لو كان الإنسان كل واحد يدير خدمته، واحد ما يقولش كلام اللي زايد ناقص، ما يقولش شي حاجة ما كايناش، وباش تمشي الأمور كما هي كيف ما قلت لكم، ما يكونش فيها لا المراوغة لا شي حاجة خايبة. باش الناس تاخذ الحق ديالها بطريقة عادية، الحق ديالها وصافي، باش حتى واحد ما يبقى فيه الحق. لأن لما خداش الإنسان حقه في الدنيا راه غياخدو في الآخرة، وهذه كدوز دغيا دغيا كاملة بيتم يوما أو بعد يوم. يعني هاد الحياة كاملة اللي كنعيشو هذا، كيقول لك اسألي العادين، واللي يحسب هاد الحياة كلها اللي كنعيشو، راه ملي كتسول راه بحال راه مشتعين. ف الله يرد بينا، الله يدير لنا تاويل ديال الخير. ونخليكم مع الفيديو اللي قلت لكم ديال الأستاذة اللي هذاك الفيديو اللي شرحت فيه أمور كثيرة، كنشكرها كنحييها على كلمة الحق اللي قالت في حق هذه القضية هذه. وأتمنى أن الأستاذة تبقى على سميتو لأن راه ثابت أنه راه غيبحث ليها شوية، غادي يشوف ليها نقاط الضعف. مع الكامل للأسف كنخلطوا الخدمة مع الأسرار البيوت، راه ما تبقاش خدمة هادي. راه الإنسان راه ما كيخلطش بين أسرار البيوت، مثلا أفعال الإنسان الخاصة به ما تتهمناش، مادام ما تيضر بها حتى واحد، ما كيضرنيش أنا، ما كيضرش الخدمة اللي كيخدمها، لا يهمنا في شيء، بالراسو يدير اللي بغا. غنخليكم على فيديو ديال الأستاذة، ونقول لكم شكرا لكم. أتمنى أنكم تخليو لي التعاليق، وتكثروا التعاليق، وتكثروا البصمة باش يتشاف لا فيديو. ولو عجبكم بارطاجيوه. شكرا لكم إخواني أخواتي، هذا فضلا وليس أمرا. تحية لكم كبيرة. الله ينجينا ونجيكم من شر الخلق. اللهم ضرب الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بين أيديهم سالمين. وغادي نقول واحد النصيحة لهذيك السيدة، نقول له اتقي الله، اتقي الله، اتقي الله. اليوم دنيا وغدا الآخرة، وراه ما غادي ينفعك لا مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واتقي الله، لأن الله عز وجل راه لا يحب الظالمين، لكنه يحب المحسنين. والكلمة الطيبة حسنة. شكرا لكم إخواني أخواتي، بقلوب صافية ونية صادقة. نلتقي إلى فيديو آخر إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما نساوش أننا نترحموا على داك الرجال اللي كانوا كيأديو العمل ديالهم، الله يرحمهم ويوسع عليهم، الله يعطينا موتى مستورة، الله يرحم الجميع، الله يشفي الجميع. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى فيديو آخر إن شاء الله. سلام. ديال شهود لائحه
دايرين واحد اللائحه ديال مجموعه ديال الاسماء وكذا بانهم انا مع جميع الطلبات اللي تقدم بها الدفاع، لاننا اولا واخيرا نبحث عن الحقيقه. انا تنبغيت هاد الناس هادو اللي ما كانوش بانوا في جميع المراحل وبغاو يبانوا دابا، وانت ذكرتي بها، راه كاينه شي حاجه اللي سميتها من غير العقوبه عند الله تعالى فيما يتعلق بشهاده الزور والتي تذكر بها الهيئه القضائيه لكل طرف داخل هذا الملف هذا، سواء كان مصرح في المحاضر في البحث التمهيدي او شهود لائحه كيتقدموا به الدفاع، راه كتذكرون بهذه المساله هذه، العقوبه الاخرويه ثم كاينه عقوبه ديال الدنيا. انا بغيت هاد الناس هما يحضروا اللي ما كانوش حضروا في جميع المراحل، نعودوا هذا الملف هذا طالما انه ينشر الدعوه بدايه ومن جديد وتناقش فيه جميع التفاصيل وجميع المعطيات. انا بغيت هاد الناس يحضروا، واللي شاد زور راه غياخذ العقوبه ديالو، واللي بان لنا بانه فعلا تم استخدامه زورا راه غادي ياخذ العقوبه ديالو. وجميع المعطيات التي طلعنا عنها لم تتم مناقشتها لحدود الساعه في الجلسات. هذه الجلسه الاولى اللي كتعلق غير ما هو دفوع شكليه. هاد الناس هادو اللي كيصرحوا انا ما عرفتش منين جايبين هذا الفيديو هذا اللي كيتكلموا عليه، ومنين كيجيبوا هذه المعطيات اللي هما كيتكلموا عليها، وهذه الوثائق اللي واحد كيصرح بانها خارجه من عكاشه كيفاش وصلت عنده. هذه جميع المعطيات لن نتغاضى عنها، انا شخصيا لن اتغاضى على اصغر او صغائر الامور داخل اي ملف ان تاكد لي فعلا بانه هناك ايادي خفيه تسعى الى لف هذا الملف من الناحيه القضائيه والقانونيه الى امور تهم شخص معين او تهم طرف